قدر نادي مانشستر سيتي انه يتوج ببطولة الدوري الانجليزي واللعيبة بتاعته قاعدة في البيت، واللعيبة بتتفرج على مباراة ارسنال ونوتنجهام. نتيجة غير متوقعة، هزيمة الارسنال بهدف مقابل لا شيء. قدر نادي مانشستر سيتي ولاعيبته في البيت انه يتوج بالبطولة الثالثة على التوالي للدوري الانجليزي. قدر نادي مانشستر سيتي انه يحصد البطولة التاسعة في تاريخه في الدوري الانجليزي واللاعيبة بتاعته قاعدة في البيت. 9 بطولات للدوري الانجليزي بالنسبة لمانشستر سيتي. تعال افكرك بالتسع بطولات دول. اول بطولة خالص خدها مانشستر سيتي كانت 1936، وتاني بطولة خدها كانت 1967. جه من سنة 1992 اول ما بدأ ان الدوري الانجليزي يتوهج ويبقى جامد من حيث المنافسات ومن حيث اللعيبة، قال لك احنا هنسموا دي اسمها حقبة الدوري الانجليزي غير السنين اللي فاتت. ومن حقبة الدوري الانجليزي سنة 1992 يعني من قبل ما انا اتولد، قدر نادي مانشستر سيتي انه يتوج ب7 بطولات. واول بطولة قدر نادي مانشستر سيتي ياخدها في سنة 1992 كان عام 2011 مع روبرتو مانشيني. وبعدها سنة 2013 أخد البطولة الثانية مع مانويل بيليجريني. كده كام؟ كده بطولتين بعد 1992 وبطولتين سنة 1936 و 1967، كده 4 بطولات. و5 بطولات مع بيب جوارديولا سنة 2017 2018 2018 2019. عدي ل 2019 2020 علشان دي ليفربول اخذ البطولة فيها. سنة 2020 21 2021 2022 2022 2023. 5 بطولات قدر السيتي ياخدهم مع بيب جوارديولا. بالمناسبة تعرف ان جوارديولا طول مسيرته التدريبية درب 14 موسم في مختلف الدوريات، منها الدوري الاسباني مع برشلونة، منها الدوري الالماني مع البايرن ميونخ، منها الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي. طيب قدر يحقق ايه من ال 14 موسم؟ شوف الجاحد، شوف الجامد، شوف المدرب الجامد. قدر انه يتوج ب 11 دوري من اصل 14 دوري في مختلف الدوريات في العالم. قعد مع برشلونة 4 سنين، 4 سنين درب برشلونة، توج ب3 دوري اسباني. وقعد 3 سنين يدرب بايرن ميونخ، اخد فيهم الدوري. كده كام؟ كده 3 مع برشلونة و3 مع بايرن ميونخ، 6 بطولات. جاء مع السيتي، قعد مع السيتي 7 سنين، قدر ياخد 5 بطولات مع السيتي. كده كام؟ 5 و6 11. جل منه 3 بطولات، بطولة مع برشلونة وبطولتين في الدوري الانجليزي. والبطولة سنة 2019 2020 اللي اخدها من الليفر كان قريب قوي من الليفر. وبفوز نادي مانشستر سيتي بالبطولة الاخيرة دي بقى اكتر الاندية تتويجا للدوري الانجليزي من سنة 1992 وانت جاي عليا بقى كده بعد مانشستر يونايتد. ليه يا عم؟ ده كده السيتي واخد 7 بطولات، هو اليونايتد واخد كام؟ واخد 13 بطولة. 13 بطولة. اليونايتد الجيل الذهبي، الجولدن بوي، ناني، جيجز، سكولز. يصبح نادي مانشستر سيتي هو الثاني تتويجا لبطولة الدوري الانجليزي من سنة 1992. نادي مانشستر سيتي قدر ياخد البطولة 3 مرة على التوالي علشان يبقى 5 فريق في الدوري الانجليزي يقدر ياخد الدوري 3 سنين مع بعض. يعني في 4 فرق قبله. اول فريق هيدرسفيلد. تقول لي ايوه هيدرسفيلد. سيطر على الدوري الانجليزي من سنة 1924 لسنة 1926. بعد كده ارسنال سيطر على الدوري الانجليزي من سنة 1933 الى 1935. بعد كده ليفربول
سيطر على الدوري الإنجليزي من سنة 1982 إلى 1984. بعد كده مانشستر يونايتد قدر مسيطر على الدوري الإنجليزي من سنة 1999 ل 2001. ومش بس كده بقى، ومن 2007 لحد 2009. وتعالى بقى معايا للدوري الإيطالي. نابولي مع الإنتر. نابولي في المركز الأول مخلص الدوري مستريح قوي بفارق نقط كبير جدا عن المركز الثاني اللي هو اليوفي. نابولي لعب 35 مباراة معاه 83 نقطة. في المركز الثاني اليوفنتوس لعب 35 مباراة معاه 69 نقطة. في المركز الثالث الانتر لعب 35 مباراة معاه 66 نقطة. يعني الفرق الكبير اللي ما بين نابولي واليوفي مخلص الدوري مرتاح. الانتر بقى 66 نقطة، لو قدر انه يكسب نابولي هيبقى 99 نقطة، هيزاحم اليوفنتوس في الوصافة. بس نابولي بقى قال له بقول لك ايه، سيبك انت من شغل دوري ابطال اوروبا. طبعا كلنا عارفين ان انتر في النهائي قصاد مانشستر سيتي. قال له سيبك من شغل اوروبا ده. اداله 3-1. الانتر اكل على وشه. ودي هزيمة قبل النهائي ممكن تهز الانتر. يعني النهاردة بنشوف تتويج للسيتي قصاد خسارة للانتر. في توهج هنا وفي خسوف هنا. وكده الفيديو يبقى خلص. ما تنسوش الاشتراك في القناة دعما لاخوك احمد معوض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.